بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، شاهد من أعجب الكائنات على الأرض، إنه حيوان ليمور كأنه من كوكب آخر، فسبحان من خلقه، سبحان من حركه، سبحان من علمه. أخي الحبيب، المشهد لم ينقطع، ولكن هكذا يراه الأعمى، يسمع أصواتا لكن لا يرى إلا سوادا. أما أنت أخي الغالي، أختي الكريمة، فأكرمك الله بعينين تشاهد بهما وتستمتع وتتعجب وتنقل ما ترى لأحبتك، لكن الأعمى يتمنى أن يرى ولو للحظات، ويقول رأيت كذا وأعجبني كذا، وينقل لأصحابه ويقول إني رأيت هذا الحيوان العجيب لكنه لا يراه، يسمع صوته ويعتقد أنه سيفارق الدنيا وهو لا يراه. أعلمت أخي الغالي بنعمة البصر؟ أرأيت كيف تستمتع وتتلذذ بعينين افتقدهما غيرك؟ ولذا إذا رفعت من الركوع فاستشعر قولك الذي تردده دائما: ربنا ولك الحمد. نعم، اللهم ربنا ولك الحمد. أخي الحبيب، أختي الكريمة، أنت ترى الكعبة فينشرح صدرك وهو يسير بجانبك، لا يراها، نعم لا يراها، ولذا تجده يقترب للكعبة ويتلمس جنباتها وكأنه رآها بيده. يا لله، ما أعظم تلك النعمة التي نتقلب بها. أنت أخي الحبيب، أختي الكريمة، تقلب صفحات القرآن وهو يتمنى أن يراها، وتلامس يده أحرفه، بل يتمنى أن يرى حرفا واحدا. أنت ترى بزوغ الفجر وشروق الشمس فينشرح صدرك، وتحدث غيرك عن جماله وتشير بيدك للشمس. والأعمى، يا لله، نهاره ليل وشمسه كاسفة، سواد في سواد. فارفع يديك أخي الحبيب، أختي الكريمة، وقل مستشعرا متلذذا: ربنا ولك الحمد. نعم، ربنا ولك الحمد. ولذا أحبتي، كم مبصر لن يرى يوم القيامة، بل سيحشر 50,000 سنة، نعم 50,000 سنة لا يرى، لأنه أعرض عن ذكر الله وهجر القرآن. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإلى كل مبصر كن شاكرا، وإلى كل أعمى كن صابرا، وإلى كل معرض كن تائبا، حتى نرى ربنا عيانا ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نرى البدر في تمامه ونتلذذ بجنته. أسأل الله أن يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع، وأن يحقق له ما يتمنى.